ليه العميل بيدفع فلوس في 3D اكتر من 2D؟ الحقيقه ان 2D بيصعب تخيل العميل للوحده بتاعته بيه، اللي هو ثنائي الابعاد او الرسومات الهندسيه. الرسومات الهندسيه مخصصه اصلا للمهندسين والناس اللي شغاله في المهنه، ممكن زي العمال الصناعيه، الكلام ده كله، كل او الفنيين، كل الناس اللي في مجال التصميم الداخلي هي اللي ممكن تبقى فاهمه شويه في الرسومات ثنائيه الابعاد او يسهل عليها التخيل بتاعها. ولكن العملاء ما بتبقاش عايزه كده، العملاء بتبقى عايزه تتخيل شكل البيت بتاعه هيبقى عامل ازاي بعد ما يشطبوا او بعد ما يخلصوا. بيبقى مش شغلته ان هو يقدر يتخيل. في ناس ممكن تتخيل من ثنائي ابعاد او من 2 دي، اوكي، ولكن الاساسي بتاعنا ان هو بيبقى محتاج لرسمه او تصميم ثلاثي الابعاد. وعشان كده في بند ممكن الناس، بس للاسف ده محتاج ناس يكون معاها بادجت او معاها فلوس ممكن تعمله. الناس تجيب شقه وتشطبها وتفرشها طبقا للستايل او الطراز ده، يكون مصمم. انا مش بتكلم على حد، عشان في ناس هتقولي طب ما في ناس بتعمل كده عموما، لا، بتكلم الديزاينر نفسه، بدل ما هو بيصمم للغير بيبقى عامل الشغل بتاعه كاستمايد او عامله طبقا لاشتراطات كل عميل لوحده. لا، هو ممكن في طريقه تانية ممكن تشتغل بيها، ان انت بتاخد الشقه او بتاخد العقار او بتاخد البيت وتشطبه وتعمل له طبعا في الاول ديزاين وتشطبه وتفرشه، وبعد الكلام ده كله تبدا ان انت تسوق له وطبعا الطرز بما انها كتير فهتلاقي في اختلافات في الاذواق، يعني فهتلاقي اللي يعجبه الستايل اللي انت عامله، وخصوصا لو انت شغال على ديزاين بجد. مش بتكلم على الناس اللي بتاخد شقه كده وتشطبها اي تشطيب يقول لك دي سوبر لوكس والكلام ده، انا ما بتكلمش على كده خالص، ولا الناس بتاعت العقارات او السماسره او الكلام ده كله. طبعا كل الناس على راسي، ولكن انا بتكلم كلام موجه للمصممين. كديزاينر، انت كديزاينر لما تيجي تاخد شقه وتعملها الديزاين اللي على مزاجك تقدر تكسب من ده فلوس. ودي مشكله اصلا بتقابل الديزاينرز كلهم على فكره، ان تقريبا ما فيش عميل دبانه مبهدلاني انا عمال اجري منها، يعني عمال انهج بسبب ان تقريبا ما فيش عميل بيعملوا له التصميم زي ما هم عايزين بالظبط. يعني دايما العميل بيحط لمسه من عنده، تبقى حاجه صح يقول لك لا مش عايزها بتاع. طيب الحل بتاع ده ايه؟ مع ان انت بيبقى كلامك صح، واحيانا كتير قوي لما العميل يعني بيسمع كلامك وبتاع بيبقى جاي على نفسه بعد ما بتخلص يقول لك ايه الجمال ده، وما كنتش متخيل انها تبقى حلوه كده. فبيبقى حل الموضوع ده إيه زي ما قلت، ان انت بتاخد شقه بقى وتعملها ديزاين على مزاجك بقى، بتطلع كل ابداعك فيها وتعرضها. هتلاقي ان الشقه جابت لك طبعا ثمنها، زائد التكلفه اللي انت دفعته في التشطيب والتصميم، زائد مكسب كمان، بجانب ان الموضوع ده استثمار. فانا الناس اللي بتستثمر في العقارات وهم ديزاينرز او هم مصممين او مهندسين، انت ممكن تلعب اللعبه دي احسن من انت تجيب الشقه وتبيعها كده على طول. هتكسب اكتر وهتبيعها اسرع من انها تكون انت واخدها مبهدله ولا بتبيع طوب احمر ولا الكلام ده، اللي هتصرفه جنيه هيرجع لك جنيه ونص. لانك بتبيع جاهز. فيعني دي فكره من الحاجات اللي انا بحب ان انا اشتغل عليها، وبحب ان انا اوجه الناس ليها. يا ريت لو في حد بيعمل حته ان هو بيجيب عقارات او بيجيب شقق ويبيعها زي ما هي دي، يعيد النظر في ان هو لا، انا بدل ما بجيبها زي ما هي بظبطها الاول وبخلي بص العين هي اللي بتشتري، ما تبيعش حاجه كده وهي طوب احمر وبتاع ومحاره. العميل ما بيحبش كده. حط نفسك مكان برضو العملاء، وحط نفسك مكان الناس. انت رايح تشتري كده عربيه وهي لسه ما اتدهنتش وبتاع، هتحط سعر غير وهي مدهونه تجيب سعر الدهان بزياده، تفهمني؟ او مرشوشه زي ما بنقول هنا في مصر، انها تكون مخربشه وبتاع ومتبهدله وكده، غير وهي شكلها حلو، انت فاهمني؟ فلازم العين هي اللي بتشتري. حلي الحاجه بتاعتك، خلي الحاجه بتاعتك شكلها حلو، ما تبيعش كده وخلاص، فاهمني يعني؟ خلي دايما انت بتخلي شكل الحاجه بتاعتك كويس، عشان زي ما قلنا العين هي اللي بتشتري. انت نفسك بتحب تشتري الحاجات الحلوه، ما تحبش تشتري حاجه مخربشه ومبهدله وبتاع، ولا تحب تشتري شقه كده على المحاره ولا على الطوب ولا متكسره ولا متبهدله، ولا مفيش حد بيحب كده. فدايما اشتغل بالفكر ده، هتكسب كتير.